احنا جاي نلاحظ اكو بعض، انت ملاحظ جاي نشوف احنا بعض اعزائنا واحبائنا، واحد تقعد يمه تلقاه يغفى غفوه الطير، ماكو سكته خلاص، تسل روحه كما تسل الشعر من الزبد. واحد تلقاه يصارع ينازع، يصارع يطلب النجدة، يعني حالة شديدة تمر عليه نبه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشير راسه إلى السماء يقول اللهم خفف علي سكرات الموت، لأنه لحظة شديدة تمر على الإنسان، وهي لحظة شديدة. نسألك رحمتك، نسألك لطفك. على أي حال في واحد تلقاه مثل ما تسل روحه كما تسل الشعر من الزبد، واحد لا والله قد يعرض إلى شدة، هاي الشدة مرة انتقام ومرة لا والله تطهير. الله عز وجل يطلع عن الحياة طاهر شوية، يعرض لهذا، يعرض لها الشدة، يعني ما يريد يعذبها بالآخرة، يعطيه شوية عذاب بها اللحظات هاي. وبذيك الساعة من يقدر يدفع عنها؟ يا ولي يدفع عنها، اكو واحد يقدر يدفع عنها؟ شوفه يتلفت يمينا وشمالا، يستنجد بأهله، ماكو نتيجة. فذول طيبين، يعني اللي الله عز وجل يسهل عليه سكرات الموت، اللي يطلع بسهولة، يطلع بالحياة، يعني مثل ما يقولون يطلع بشكل لين تماما، ما يعرض لشيء أبدا. طيب